السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض العيش الكايزر بالبطاطس او عيش البطاطس بطريقه سهله جدا وسريعه. بصوا انا بضغط لكم عليه ازاي بايدي قد ايه هش وطري. بصوا كمان بفتح لكم الرغيف من جوه عامل ازاي هش وطري، وريحته كانت في منتهى الجمال وهو بيتخبز، واللون كمان طالع ذهبي جميل كانك ماسكه قطن في ايدك، قطنه بجد. ريحته حلوه جدا وشكله جميل. وان شاء الله تعالوا مع بعض النهارده نشوف المقادير وطريقه التحضير سهله جدا وسريعه. يا رب ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي بسمه محمد على قناه كوكي حلو حادق. ما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الكل يستفاد من الوصفات. تعالوا نبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه. عندي المقادير بتاعتي: كيلو من الدقيق منخول متعدد الاستخدامات، هنضيف عليه كيس خميره فوريه ومعلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح، وعندي بياض بيضه، كوبايه لبن دافي للعجن هنضيفها تدريجيا، وربع كوبايه زيت، بطاطسايه متوسطه الحجم مسلوقه ومهروسه اللي انا ضفتها دلوقتي. بطاطسايه متوسطه الحجم مهروسه مسلوقه ومهروسه، ما يكونش فيها اي تكتلات، اهرسوها كويس. هنا بنضيف الزيت تدريجيا واللبن تدريجيا عشان نبدا نحصل على عجينه ملمسها طريه لينه فيها سنه تلزيق خفيفه. هوريكم بقى سنه التلزيق الخفيفه دي كده في ايدي، وان شاء الله هنزل لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بصوا شايفين سنه التلزيق الخفيفه دي هتروح مع التخمير. ادهني بقى البوله بتاعتك زيت بتاعت العجن دي، وغلفي العجينه زيت وغطيها سيبيها تخمر. بعد التخمير بقى هناخد قطع من العجين نشكلها على شكل كويرات، والكرة العجين هنلفها كده ما بين ايدينا على شكل دائري كده لغايه ما تحصلي على شكل متناسق وملمسه ناعم ما فيهوش اي تجاعيد او اي تشققات. هنرصها في صينيه ونسيب ما بينهم مسافات لان لسه هيخمر. وده كده شكله بعد التخمير. هناخد بقى صفار البيضه اللي احنا حطيناها، بيض البيضه في العجين، هناخد الصفار ندهن بيه الوش بتاع المخبوزات، وادهني بخفيه جدا وبتحركي الصينيه برده بخفيه جدا عشان التخمير ما يطلعش. هنرش بقى سمسم وحبه البركه زي ما انتم شايفين كده. هندخلها على فرن سخن جدا على ارضيه الفرن، اقرب حاجه لارضيه الفرن. اخد بالظبط في الفرن تلت ساعه تسويه، وبعد كده رفعته شويه تحت الشوايه ياخد لون ذهبي. واول ما يطلع من الفرن رشيت المعجنات بتاعتي بميه بخاخه، وبعد كده غطيتها بفوطه نظيفه مخصصه للعجين عشان تفضل طريه وهشه. بصوا بقى هنا بضغط لكم عليه، بصوا قد ايه بيلمع ولونه حلو. شايفين اللون الذهبي ده؟ وريحه السمسم وحبه البركه في الخبيز عامله ريحه جميله، طبعا مع المقادير بقى اللي انت حطيتيها في العجين. طعمه حلو جدا وشكله حلو وريحته حلوه في منتهى الجمال. هينفعك بقى في السندوتشات والفطار. عيشي حياتك، جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله. جربوه. يا رب الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.